ازيكم يا نسور، اخباركم ايه؟ الدروب هامستر خلاص لسه له بالظبط 15 يوم، وفي ناس كتيره جدا تايهه في البوت، وفي ناس كتيره جدا خايفه ما تاخدش الاير دروب، وفي ناس برضه خايفه الاكونتات بتاعتها تتقفل بسبب بوت المفاتيح. فانا ان شاء الله هطلع اوضح ايه الحاجات اللي انت تعملها بحيث تتاهل للاير دروب صح. بس قبل ما ابدا الفيديو عايزك تنورني في جروب التليجرام، بينزل عليه اخر الاخبار والكومبات والشفرات للبوتات كلها، وطبعا اللايك والاشتراك في اليوتيوب هنا برضه مهم جدا، فيا ريت تعمله وما تكسلش قبل ما يبدا الفيديو. لان النهارده ان شاء الله هتكلم ازاي تستعد للاير دروب صح. علشان نرتب الشرح واحدة واحدة، أول حاجة هنعملها هنروح لخانة الإيردروب اللي هتلاقيها تحت على اليمين. أول حاجة هتلاقيها في وشك إن الإيردروب خلاص لسه له بالظبط 15 يوم، وكاتب لك هيبقى يوم 26 سبتمبر. وننزل تحت بقى عشان نشوف الإيردروب ده هيعتمد على إيه. أول حاجة بيقول لك هيعتمد على الباسيف إنكم أو الربح في الساعة، ونمسكها واحده واحده. عشان ترقي الربح في الساعه انت محتاج ترقي طبعا الكروت اللي في الماين، صح كده؟ اول حاجه هتعملها هتروح لخانه السبيشال دي وتروح على خانه النيو، هتشوف في كروت جديده ولا مفيش كروت جديده. كل يوم الساعه واحده او اتنين او كل ما تخش التطبيق لازم تشيك على خانه النيو كاردز تشوف في كروت نزلت جديده ولا لا، عشان دي بيبقى فيها كروت ربحها في الساعه عالي جدا. ودلوقتي هقول لك ايه اهم الكروت اللي ترقيها بعيدا عن كروت السبيشال دي. خلينا بس قبل ما نشرح الكروت المهمه، رقي الكارت ده كان نازل النهارده، ورق الكارت ده برده كان نازل امبارح تقريبا. طبعا الكروت دي ربحها عالي، يعني بتديك بروفيت بالاول 7000، والكارت ده لسه نازل بيديك بروفيت بالاول 5000.9، ارباحهم كبيره يعني. وبالنسبه للناس المبتدئه اكيد مش هتتابع خانه السبيشال بس. اكتر الكروت اللي ممكن تلاقيها دلوقتي بعيدا عن خانه السبيشال هقول لك عليها خانه البي ار اند تيم، اللي هي اول خانه لو نزلت تحت فيها هتلاقي فيها الميني جيم، ودي بتديك 2400 في الساعه. وهتلاقي برده الليدر بوردس، دي بتديك 2000، اي حاجه فوق ال1000 عارف انها كويسه. ودي بتديك 16000، طبعا ده كتير جدا. ودي بتديك 11000.04. وطبعا بقيه الكروت موجوده هي، لكن طبعا اقوى الكروت هتتلاقيها تحت، يعني اقوى الكروت هتتلاقيها تحت هنا اهو. دي بالنسبه لاول خانه. بالنسبه لتاني خانه بقى هتتلاقي اقوى كارت فيها تحت، هتلاقي اسمه الاكس 100، ده اقوى كارت في الخانه دي، بيديك 2880. طبعا زي ما قلت لكم فوق ال1000 فهو كويس جدا. وطبعا انت هتشارك بقى على كارت تشوف اي كارت بيديك اعلى من 1000 وتشتريه على طول. طبعا الكلام ده للناس المبتدئه لسه بتكبر الربح في الساعه. لو دخلنا على الخانه الثالثه اللي هي الليجل، لو نزلت برده تحت هتلاقي الكروت دي مهمه جدا. ليسنس فلبين، ليسنس تركي، ليسنس اندونيسيا، ليسنس فيتنام. الكروت دي قويه جدا. الكارت بيزودك 16000 وبال 10000 وبال 8000. الكروت دي قويه جدا، فانت لازم تشيك على الكروت كلها. لكن معظم الكروت القويه هتلاقيها في كل الخانات دي في اخر الكروت خالص. خانه الويب 3 برضه دي خانه كانت اضافه جديده قريب، وبرضه فيها كروت قويه جدا. يعني زي الكارت ده مثلا مديني 7740 لما رقيه، ومدينا اصلا 67000 عمله. فخانه الويب 3 مهمه جدا. لكن طبعا زي ما قلت لكم اقوى خانه السبيشال، لكن الكروت بتاعتها مؤقته فانت لازم تلحقها. لكن برضو كل الخانات كلها مهمه، وزي ما قلت لكم كل خانه تحت بيبقى فيها الكروت القويه. وده طبعا بالنسبه للناس المبتدئه والناس اللي خبرتها برضو قليله في البوت دوان. تاني حاجه عشان تزود ربحك في الايردروب بيقول لك الايرن تاسكس. الايرن تاسكس ده تتلاقى من كلمه ايردروب على طول، لو ضغطنا عليها هنا بيبقى فيه مهمات كتيره جدا. عندك هنا شوف الفيديوهات دي، اعمل الديلي ريورد بتاعتك لازم تعملها. عندك هنا اعمل لهم فولو على الفيس والانستجرام والتليجرام والاكس، هنا تختار بيانات او اي حاجه. وبرده في مهمه ان انت تقعد 3 اصدقاء، فانت تتاكد ان انت مخلص كل المهمات دي. طبعا الفيديوهات دي انا لسه داخل عليها، فعشان كده لسه ما خدتهاش، هاجي كمان ساعه واخد ربحها باذن الله. فخلاص عرفت خانه التاسكس دي بتجيبها منين، هتلاقي جنب كلمه ايردروب على طول، وتاكد ان انت مخلصها كلها عشان تزود ربحك. تالت خانه هتلاقي خانه الفريندز، طبعا مدخل 11 واحد بس، فاظن اصلا الاحالات اصلا مش مهمه في البوت ده جدا يعني محدش برده معتمد على الاحالات جدا يعني. رابع حاجه خانه الاشيفمنت توزمها في الاخر. خامس حاجه هتلاقي بيقول لك تليجرام سبسكرايبيشن، اللي انت تخش على خانه الارن تحت وهتشترك في جروب التليجرام بتاعهم. سادس حاجه المفاتيح، ودي عملت لها فيديوهين مخصوص اتكلم عنها، فانا هقول فيها كلمتين دلوقتي وخلاص على كده. بصوا يا جماعه، بالنسبه للناس الخايفه بلاش تشتغل على بوت المفاتيح تاني، خاصه الناس اللي جالهم انذار زيي. وانا عن نفسي انا كده اصلا مش شغال على بوت المفاتيح، ويوم ما بشتغل عليه بشتغل قليل جدا، حتى برضه لو وضحت الفيديو اللي فات يعني يوم يوم لا، يعني بشتغل بمزاجي. لكن بالنسبه للناس الخايفه وبالنسبه برضه للتحذير اللي جالهم، فبلاش تشتغلوا على بوت المفاتيح خالص. ما جاتش من 15 يوم دول. هو كده بوت المفاتيح ده اصلا ده ليه نسبه، يعني نسبه من الايردروب، لكن طبعا مش الايردروب كله. يعني انت زي ما انت شايف عندك 1 2 3 4 5 6 خانات هيعتمد عليهم الايردروب، فالمفاتيح ده خانه من 6 خانات، فانت حتى لو ما جمعتش ولا مفتاح برضه هتاخد ربحك عادي، فما تشيلش هم المفاتيح خالص يعني. فانت حتى لو وقفت بوت المفاتيح ما تشيلش هم حاجه يعني. وبعد كده بقى نخش على خانه الاشيفمنت اللي كنا سايبينها للاخر. طبعا عشان تفتح الاشيفمنت هترجع للصفحه الرئيسيه وهتدوس على اسمك اللي فوق هتلاقي الاشيفمنت، هتدوس على سي اول. هنا تلاقي الاشيفمنت اللي انت المفروض تعملها كلها، لكن كل واحد يقدر يعمل على قد ما قدرته. يعني اول حاجه بتقول لك افتح لحد 500 كارت، طبعا معظمنا فاتح لحد 50 كارت بس، فاظن 200 دي تعتبر مستحيله، فاحنا خلينا معتمدين ان احنا كلنا نثبت عند 200. تاني حاجه بقول لك ابجريد كارت ليفل 15. طبعا في كروت كتيره جدا جدا رخيصه تقدر ترقاها ليفل 15. يعني رحنا على خانه الماين،
هيبتدي هنا منقي 17 16 15 16 15 15 10 11 يعني يعني في كروت هي مش ملاقيها اساسا ليفل 15، انزل تحت في كروت هنا 16 17 16. يعني في كروت كتيره جدا رخيصه تقدر تلاقيها ليفل 15 15 16 15 15. ده 14 ممكن الوقت تلاقيه 15 بس هو طبعا غالي جدا. انا كده اصلا خلاص خلصت الاشيفمنت ده يعني. فانت طبعا هتلاقي كروت كتيره جدا حاول تلاقيها ليفل 15. انا حتى الخانه دي برضه مرقي فيها كذا كارت فوق ال 15 كمان، يعني 16 16 15 15 15 18 15 15. فانت ابجريد كارت ليفل 15 اللي يقدر يلاقي لحد 50 كارت يلاقي. تالت خانه بيقول لك رقي كارت واحد على الاقل ليفل 25. طبعا ارخص كارت تقدر ترقيه لو رحت خانه الماين هو كارت الجي يو سي. كارت الكيو سي فين؟ في الليجل. كارت الكيو سي هو ارخص كارت ممكن تلاقيه ليفل 25. طبعا هو كارت غالي جدا، بتيجي تلاقيه غالي جدا، بس اللي يقدر يلاقي كارت واحد على الاقل ليفل 25 يرقيه. فانا رقيت كارت الكيو اي سي. رابع حاجه بقول لك كولكت سكوين، دي اجمالي العملات اللي انت جمعتها. يعني انا مجمع مليار و500 مليون، واظن محدش هيوصل لل 15 مليار، صعبه جدا ومستحيله يعني. فهنحاول نوصل لمليار 500 مليون. طبعا كده كده اصلا هي بتتحسب لوحدها، حتى لو جمعت وصرفت عادي هي برضه بتتحسب حتى لو جمعت وصرفت. ونخش على الخانه اللي بعدها خانه الفريندز. انا بصراحه لقيت لحد دلوقتي 10 اصدقاء بس، وزي ما قلت لكم برضه خانه من وسط خانات كتيره جدا هيعتمد عليها الاير دروب، بس اعتقد هيبقى حاجات بسيطه جدا يعني ما تشيلش هم برضه حته الاحالات دي عشان هي مش مهمه جدا في هامستر اساسا. الخانه اللي بعدها لوكو سكينز، ودي الخانه اللي انا حاليا اصلا شغال عليها. يعني انا حاليا فاتح 10 سكنات، انا عايز اوصلهم على الاقل لحد 25. فعشان تفتح السكنات هتخش وهتدوس على السكنات بتاعتك باي سكنت اللي تلاقيها فوق على الشمال، هتنزل تحت هتلاقي يعني عندك سكنات كتيره. انا شايل طبعا معظم السكنات دي، وهتاخد التلاته اللي هو في الحدث اليومي. طبعا ده مثلا هفتحه مثلا دلوقتي هون، ده مثلا هفتحه دلوقتي 10 مليون مش مهم. احاول اوصلهم لحد 25 كارت، قصدي احاول اوصلهم لحد 25 سكن. فانا باذن الله هحاول اوصلهم لحد 25. خلي بعدها البروفيت بالاور بيقول لك احسن حاجه تخلي البروفيت بالاور بتاعك فوق ال 3 مليون، واعتقد هيبقى لها ربح كبير جدا. فاحنا اصلا تلات ارباعنا هتلاقي ربحنا فوق ال 3 مليون، فالواحد مش شايل هم الخانه دي اساسا. وبالنسبه للناس اللي مبتدئه حاول تخلي ربحك فوق ال 3 مليون عشان تبقى في المضمون قوي يعني. الخانه بعدين هتشوف فيديوهات اليوتيوب، وده هتجيبها في خانه الارنس اللي تحت على اليمين. بينزل لك كل يوم تقريبا 4 فيديوهات او 6 فيديوهات، وبشوفهم يعني. تدوس عليها بس، بعدين تدوس على كلمه واتش، وبعدين تدوس على كلمه تشيك من غير حتى ما تشوف الفيديو هتتحسب معاك يعني. طبعا اللي بعدها طبعا مش بايدنا دي انك تفتح البوت لمده 60 يوم. اظن ما حدش وصل ل 200 يوم، دي ممكن 100 يوم نوصل لها، لكن 200 يوم اعتقد مش هنوصل لها، فطبعا دي حاجه لا اراديه. الخانه بعدها لوكس سبيشال كارت. ده كارت كان نازل زمان جدا، الناس الوحيده اللي فتحته كانت الناس اللي لسه بادئه في هامستر، اللي كانت بادئه فيه من زمان قوي يعني. انا ذات نفسي ما خدتش الاتشيفمنت ده. الخانه اللي بعدها خانه اتشيفمنت اثبات، دي اللي لسه استخدمت بوت المفاتيح، واللي ما استخدمتوش برضه والله جالها الانجاز ده. فانا مستغرب يعني الانجاز ده توزع على ناس عشوائيه ولا ده ايه، انا مش عارف بصراحه. لكن للضمان خلاص يا جماعه ما حدش استخدم بوت المفاتيح، كده كده ما بقاش غير 15 يوم تجمع مفتاح جمع. وزي ما قلنا نسبتها تبقى قليله جدا يعني. المفاتيح خانه من وسط 6 خانات، فالربح بتاعها مش هيبقى الربح الواو الكبير جدا يعني. وبس كده يا رب النهارده كنت قدرت اوضح ازاي تساعد الايردروب صح، ورب الفيديو النهارده يكون فادك. وطبعا لو عندك اي استفسار يا ريت تنورنا في جروب التليجرام، انا برد على الكل ان شاء الله. وطبعا لسه ما عملناش جروب شات، فانا هسيب الحساب الشخصي بتاعي باذن الله في التعليق المثبت في جروب التليجرام. ولو عوزت اي حاجه خش كلمني، زي ما قلت لك هتلاقي حسابي في التعليق المثبت. فجروب التليجرام ده مهم جدا وهيفيدك. وما تنساش طبعا اللايك والاشتراك بتاعك على اليوتيوب زي ما قلت لك في اول الفيديو، واشوفكم على خير الفيديو القادم.